بيقف شهاب قدام مكتب بسنت وبيبص للدبلة اللي في ايدها. بيدخل ويقف قدامها. ازيك يا بسنت؟ كويسة. عاملة ايه مع خطيبك؟ زي الفل يا شهاب. فعلا؟ ايه انت فاكر ان حركاتك الهبلة دي هتخليه يسيبني؟ حركات الهبلة؟ ايوه، طريقة كلامك معايا اخر مرة لما شفته واقف ورايا وتجاهلك لنبيل، كل ده مخليك معتقد انه هيسيبني مش كده؟ بس احب اقولك ان نبيل بيحبني جوي يا شهاب، بيحبني لدرجة ان حركاتك الطفولية دي اللي بتعملها ما بتأثرش فيه. بالعكس، هو فاهم كويس جوي ان الاطفال لما لعبتها المفضلة بتضيع منها بتغضب وتدبدب في الارض شوية بس كده وبعد كده تتأقلم. حركات أطفال؟ هو ايه مفهومك عن اللي بعمله؟ هو ده اللي فهماه؟ انت اللي وصلتنا لكده بطريقتك. طفل اناني ما بيفكرش غير في نفسه وبس. انا ما يهمنيش غيرك انتي، للدرجة دي مش حاسة بيا؟ مش عارفة انا بعمل كده ليه؟ احس بيك؟ وانت ما كنتش حاسس بيا ليه؟ ها، بتعاملني على اني صاحبك، بتعرف بنات وتيجي تعرفهم عليا وتقول لهم بيسو صاحبي، بتوجع قلبي وانت بتهزر مع دي ومع دي وتقعد تتغزل في صحابي ولا عامل لي اي اعتبار، وانا كنت بموت 1000 مرة جنبك. ما حسيتش بيا ليه يا شهاب؟ ولا كنت حاسس وعامل عبيط؟ ما كنتش عايز اخسرك، كنت عارف كل حاجة، بس كنت شايف ان صداقتنا اقوى من اي مشاعر تانية، لحد ما لقيتك بتضيع مني. اتأخرت قوي يا شهاب، اتأخرت. اطلع بره لو سمحت، انا عندي شغل ولازم اخلصه. اما دينا كانت واقفة بتطبع بعض الاوراق، ونادر كان واقف معاها بيتمنى انها تسامحه بعد اللي عرفته عنه. في ايه يا نادر؟ عايز اطبع الورق ده انا كمان، وحشتيني بصراحة. هو انا ما وحشتكيش؟ يعني خلاص كده مفيش امل ترجعي؟ انا بمشي على امل انك في يوم تسامحيني وتلبسيها تاني. ولو عملت حاجة تانية تجرحني؟ مستعد اكتبلك وصولات امانة على نفسي اني مش هعمل اي حاجة تزعلك. وصلات الامانة دي مش هتحسسني بالامان يا نادر، انا عايزة اوعدك وهصدقك. اوعدك مش هعمل اي حاجة تزعلك تاني والله العظيم. طب ماشي، لبسني الدبلة بقى. احنا لسه نخطب تاني؟ هنتجوز على طول. احنا عايزين مأذون دلوقتي حالا. ما كانتش مصدقة اللي بتسمعه، كانت فرحانة جدا إنها شوية ساعات قليلة وهتبقى مراته رسمي. أما فتح الله رفض إن يسيب ساندي، مع إن والدها كان مصر على الطلاق، لكنه رفض بكل قوة. وساندي كانت رافضة تشوفه تماما، وشها بقى شاحب على طول وبتسمع صوت فتح الله وهو بيتجادل مع باباها تحت، وبتنزل لتحت وبتقوله بكل جدية: أنا هنا، عايز تقول إيه؟ وبيحاول يقرب منها: قول اللي عندك من بعيد. ساندي، انا مش طالب غير انك تسمعيني، وبعدها والله العظيم هعملك اللي انت عايزاه. تمام، يلا قول، انا قدامك اهو. لوحدة ده من فضلك. وبيدخلوا لأوضة المكتب. ادينا بقينا لوحدينا، اتكلم. ساندي، انا بجد اسف، انا والله العظيم. انا مش عايز اسمع اعتذارات، انا كل اللي عايز اسمعه: ليه تعمل فيا كده؟ تخدعني ليه؟ تكذب عليا ليه؟ اديني سبب مقنع واحد يخليني اتمسك بيك ويخليك تمثل عليا بالطريقة دي. مفيش اسباب مقنعة للاسف، انا كنت غبي، بس والله العظيم انا حبيتك. كداب، عشان اللي بيحب مش بيخدع، بيفكر 1000 مرة قبل ما يحطمه بالشكل ده. انت بينتلي قد ايه انا كنت غبية، انا كنت هبلة جو معاك. انتي انضف بنت انا عرفتها في حياتي، انا لو لفيت الدنيا مش هلاقي زيك. ساندي، انا مستعد اعملك اي حاجة علشان ترجعيلي، عشان بس تسامحيني. الارض رجعت لك تاني، انا مش عايز غيرك. يا ريتها كانت مشكلة الارض، المشكلة في الثقة، في الامان اللي انا اديتهولك وخنته، المشكلة في الحب اللي غرقتك فيه وكنت فاكرة انك بتبادلني نفس المشاعر، المشكلة في الاستغفال اللي غفلتهولي. طلقني. مستحيل. انت قلتلي اسمعك وهتعمل اللي انا عايزاه. خليك راجل وجد كلمتك ولو مرة واحدة وطلقني يلا يا فتح الله. بيبصلها فتح الله بصدمة ومش بيستحمل انها تربط رجولته بالطلاق، علشان كده بيقول لها وكل دموع: انت طالق. وتم الطلاق على كده. اما منى كانت بتحاول تواسي مؤيد في اللي هو فيه. مؤيد، انت كويس؟ طب هتعمل ايه؟ مش عارف يا منى، بعد اللي عرفته ده المفروض اعمل ايه؟ تروح لمامتك طبعا. اروح اقول لها ايه؟ مش عارفة، بس المهم تروح لها. انت عرفت الحقيقة واتأكدت انها مظلومة وانها ما بعدتش عنكم بارادتها. يلا قوم اجهز وانا هروح البس واجي معاك. تيجي معايا فين؟ عند مامتك يا مؤيد، يلا. انا من زمان نفسي اقول لاي حد يا حماتي، كنت هقولها لحسناء بس هي صغيرة قوي على الكلمة دي. بيبتسم بحزن، مش عارف ازاي هيتكلم مع مامته. بيوصل له قدام البيت وبيقف قدام الباب وهو ماسك الورد بين ايديه.
منى أنا حاسس بالورد ده إني رايح أخطب، خديش ليه انتي. وبتاخده منى منه وبيرنوا الجرس. رزان بتفتح الباب ليهم وهي بصلهم ليهم هما الاتنين بصدمة. منى، رزان حبيبتي. كانت رزان واقفة صامتة تماما، ما كانتش عارفة تقول ايه، كانت مصدومة، ما قدرتش تتكلم بكلمة واحدة. أنا آسفة على اللي حصل مني يا رزان، ما كنتش أعرف. أمال ماما فين؟ رزان بدهشة. ماما مين؟ حماتي يا رزان. حست رزان إن هي بتحلم وهتفوق من الحلم ده قريب جدا، لكنها شاورت لجوه علشان يدخلوا، ومؤيد بيقول بابتسامة معلش منى واخدها العشم شوية. وبعد ما بيقعدوا رزان بتقول ماما نايمة، هدخل أصحيها. دخلت هي وخرج يزن بيقرب منهم وبيقول لهم مساء الخير، أنا يزن أخو رزان، انتوا صحابها؟ وبيسلم على منى الأول. ومنى بتقول لمؤيد بتساؤل هو ده أخوك؟ ويبصله يزن بعدم تصديق. انت مؤيد صح؟ يا مؤيد أخيرا شفتك، كنت فين يا راجل من زمان؟ أنا كنت متفق مع أصحابي إننا نخرج كلنا، بس الخروجة خلاص هتتكنسل علشانك. أمال فين حسناء؟ كان لسه مؤيد هيجاوبه لكنه لمح فريدة وهي بتقرب منهم. قالت له بعيون كلها دموع كنت عارفة إنك هتيجي. أنا مش عارف أقولك إيه، عم عمر جل على الحقيقة كلها، بس حقيقي أنا جاي هنا مش عارف أعمل إيه. وفريدة بالرغم إنها كانت فرحانة جدا إلا إن دموعها غلبتها كالعادة. أما عند حسناء كانت بتتمشى على طراطيف صوابعها وهي بتتسحب لجوه المكتب لما لقيت عبد الله نايم وساند راسه على المكتب. حاسس بيكي من وانت على الباب. بتحس بيا إزاي بقى؟ بشم ريحتك. ماشي يا عم، لسه الشقة مخلصتش؟ لا لسه، فاضل حاجات بسيطة. ماشي يا عبودي، ربنا يسهل. يا إيه؟ إيه خلاص. والخدامة بتقاطعهم وبتخبط على الباب. في إيه؟ أخو المدام ومعاه ناس عايزينكم. مؤيد بيعمل إيه هنا دلوقت؟ أكيد وحشتيه وجاي يشوفك، ما تقلقيش كده. وبتسبقوا حسناء لبره وبتطلع تلاقي منى وعمها ومؤيد كمان كلهم قاعدين مع بعض. ايه المفاجأة الحلوة دي؟ وحشتيني يا حسناء. في ايه يا مؤيد؟ انت لسه شايفني امبارح، انت كده بتجلجني، فهمني حصل ايه؟ مفيش يا حبيبتي والله. في ايه يا عمو؟ تعالي يا حسناء، عايزة اتكلم معاك يا بنتي. وبيدخل عبد الله في اللحظة دي لكن هي كانت قلقانة قوي. بابا كويس؟ ما تقلقيش يا حبيبتي، ابوك كويس، احنا بس جايين ليكي في موضوع مهم. موضوع ايه؟ بيبص لها مؤيد وبيقول ماما عايزة تشوفك. ماما؟ ماما مين؟ مامتكم يا حسناء. مامتنا؟ مؤيد بيقول لها ايوه حسناء، هي هنا وعايزة تشوفك. هنا؟ هنا فين؟ وعايزة تشوفني ليه؟ أنا مش عايزاها، مش عايزة أشوفها. الموضوع مش زي ما كنا فاهمين يا حسناء، اسمعي الأول. ومؤيد بيحكي لها على كل حاجة ومش بتبين ليهم أي رد فعل. وبعد ما خلص كلامه قالت بموافقة تمام أنا عايزة أشوفها. وبعد دقايق قليلة كانت فريدة بتدخل عليهم وهي معاها رزان ويزن. وقفت وهي حاسة بالصدمة، هي دي فعلا والدتها ولا هي بتتوهم؟ قالت بعدم تصديق انتي أمي؟ ابعدي عني، أنا مش عايزاكي. حسناء. في ايه؟ أيوة أنا مش عايزاها. جاية تعمل ايه دلوقتي؟ جاية ليه؟ بتبص فريدة لعمر وهي بتقول ما تقول لها يا عمر، احكي لها ساكت ليه؟ مؤيد حكيلي وأنا مش عذراكي، مفيش أي عذر يخلي أم تقعد السنين دي كلها ما تشوفش ولادها، ورحت ربيتي بنت مش بنتك وسبتيني أنا لجسوته. تعرف قد ايه أنا عانيت معاه وكنت محتاجة حد جنبي، كنت محتاجاكي وما لقيتكيش، أنا بكرهك. وحسناء بتسيبهم وتطلع على فوق ومنى بتروح وراها. أما فتح الله بيروح قدام محل الحلويات علشان يشوف ابنه الصغير وهو قاعد على أحد المقاعد بيقرأ كتاب. ابتسم بحنية ودخل علشان يشوف زوجها. وقف باسل بيبص ليه وأحمد بيلف الباسل وبيقوله تعالى يا باسل، باباك عايز يخرج معاك شوية. أنا جاهز. بياخده فتح الله. أما ميار بتخرج بعيون كلها دموع. اديتهوله يا أحمد، اديته ابني. ميار باسل كبر وعرف كل حاجة ومن حق أبوه إن يعرفه. لا مش من حقه، ما كانش لازم تعمل كده يا أحمد، ده رفضه زمان وكان عايز نجهده، دلوقتي بتقولي من حقه؟ لا مش من حقه أي حاجة. أما فتح الله بياخد باسل وبيسأله تحب تروح فين؟ أي مكان تروحه حضرتك. هو حضرتك متجوز؟ ما بلاش حضرتك دي وقول لي يا بابا. باسل بتوتر أنا مش عارف أنطقها لحضرتك. أنا كنت متجوز ولسه منفصل من كام يوم بس. وعندك ولاد؟ لو عندك أولاد بلاش تسيبهم يتربوا لوحدهم، أنا بابا أحمد عوضني عن وجودك بس هما ممكن ما يلاقوش اللي يعوضهم. عموما انت هيجيلك أخ أو أخت قريب. أنا عندي رهف أختي بس، وهتعرفني عليه؟
أكيد طبعا، أول ما يتولد هعرفك عليه. وباسل بيفضل يتكلم وفتح الله بيسمعه بكل سعادة، وكان حاسس بالمسؤولية وإنه خلاص فعلا بقى أب. وبعد مدة بتكون ساندي واقفة وهي بتبص على بطنها بعد ما الدكتور قال لها إن هي حامل في بنت. بتكون واقفة حزينة جدا على الحالة اللي وصلت ليها مع فتح الله. وبكده بتكون خلصت حلقتنا النهاردة. لو عايزين تعرفوا نهايات أبطالنا استنونا للحلقة الجاية لأنها الحلقة الأخيرة. ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب علشان يوصلكم كل جديد.